والغضب نحن أمل الأجيال، منها ومن عنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن، فجر اللي طالع نحن والسيف. أصلي من دير الزور، أما نحن سكان الرقة يعني شفنا ظلم من داعش كتير. يعني داعش إجانا يمشي بدين الإسلام، أما داعش مو فاهمان شيء يعني من شيء اسمه إسلام، ما كان فاهمان. عم يقول الدخان كان حرام حدا يدخن. هاي أخذنا ظلم كتير من داعش، قص روس عالم بريئة كتير، يعني ظلموا عالم كتير. داعش عالم مظلومة كتير كانت بداعش، يعني قصوا. هاي كانوا مسمين، كان في دوار هون بالرقة مسمينه كان اسمه دوار النعيم، أما سموه دوار الجحيم. على الساعة كان يقصوا علقوا روس العالم بالساعة، يعني هيك كان يعني ظلم كان كتير قاسي من مشان العالم. وهاي الشعب كان كتير قاسي عندهم ظلم العالم كتير. يعني ضلوا هنا بالرقة 3 سنين، أكتر من 3 سنين كمان كانوا ظالمين العالم. لما راح داعش، خلص داعش، العالم صارت انبسطت، صارت تمشي بحريتها، صار كل شيء عندها. يعني كانت العالم مبسوطة من داعش لما راحوا. هاي العالم صارت مبسوطة. يعني شوفوا العالم ظلم كتير، يعني كيف كانوا يعاملوا المرأة، كيف كانوا يتزوجوا المرأة غصبا عنها، كيف كانوا يغتصبوا البنات على اسم الإسلام تحت الإسلام. يعني كيف كانوا يعاملونا، يعني حتى ما كان لنا وجود يعني على كان أيام داعش. يعني كشفنا ظلم كتير، يعني شفنا ظلم كتير منهم، كيف كانوا يعاملوا الزلمة، كيف كانوا يعاملوا المرأة، كيف كانوا يقصوا العالم على اسم الإسلام، كيف كانوا يقصوا أذين العالم، كيف كانوا يرجموا المرأة، كيف كانوا يسووا فينا. يعني هاي يعني ما نسمع عيشة يعني. نحن الثورة والغضب نحن أمل الأجيال، منها ومن عنا انكتب تاريخ الأبطال. نحن الثورة والغضب نحن أمل الأجيال، منها ومن عنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن، فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن. قلوب الناس انطرحنا نحن، فرح الأطفال. الثورة والغضب نحن أمل الأجيال، منها ومن عنا انكتب. من منطقة دير الزور، سكان الرقة. شفت أنا هنا يوم سكننا إحنا بالرقة، شفنا ظلم كتير من داعش. كانوا بيشوفوا بنت لحالة يضلوا يروحوا عليها على البيت لحد ما يكبروا عليها، يا أما إلن يا أما إذا ما صارت إلن البنت بيعذبوا أهلها، بيرفوتوا أهلها، ياخدوها على الحسبة، بيسجنون، يعذبون، بيجلدوا المرأة، إذا بيجلدوا كمان الزلمة أحيانا، وأكتر الأحيان يقتلوا الأهل إذا ما أعطوا البنت اللي بدهم إياها. اجوا رفاق قوات سوريا الديمقراطية، تحررت الرقة 2018. دخلوا الرفاق حررونا من داعش. شفنا كيف كانوا داعش ينطوا فكرة للعالم كله إنه قوات سوريا الديمقراطية إنه بشكل عام مو كويسة. أما يوم من دخلوا قوات سوريا الديمقراطية إحنا شفنا غير اللي كانوا الفكرة اللي ينطوها للعالم. أما دخلوا حررونا الرفاق، وتأثرنا كيف بأسلوبهم، طريقتهم مع الناس، مع المجتمع الطبيعي. يعني تأثرنا كثير، فشفنا قوات وحدة حماية المرأة، فتأثرنا وانضمينا فيها وخلصنا من ظلم داعش. رح ننسى الأيام الصعبة يا هالناس المنسية،